بسم الله الرحمن الرحيم. ومن وصايا السلف للشباب ما رواه الإمام أحمد في كتابه الورع عن عبد الوهاب الثقفي قال: خرج علينا أيوب أي السختياني فقال: يا معشر الشباب احترفوا، يا معشر الشباب احترفوا، لا تحتاجون أن تأتوا أبواب هؤلاء. وذكر من يكره. احترفوا. انظر، جمع السلف رحمهم الله تعالى في وصيتهم للشباب باغتنامه في العلم وتحصيله، وأيضا أن يكون للمرء حرفة يكتسب بها مالا رزقا ينفق بها على نفسه وعلى أهله فيما بعد وولده، وأن لا يكون عالة على الآخرين. لا يحتاج إذا كبر أن يذهب إلى فلان أو إلى فلان بطلب المعاونة وطلب المساعدة وإلى آخره، بل يجعل له حرفة وبابا من الأبواب التي يحصل منها رزقا. وأبرك الرزق وأنفعه وأطيبه ما كان من كسب يد المرء، فيجعل له في مرحلة شباب حرفة يتقنها ويمضي في هذه الحرفة أو هذا العمل أو هذه الصناعة يكتسب منها رزقا، وأيضا يمضي في طلبه للعلم وتحصيله له.